السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة بقى أنا قلت هعمل شوية عيش فينو، فقلت نعملهم مع بعض كده بسرعة للفطار. أنا حطيت عندي معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معاها معلقتين من السكر وذرة ملح. حطيت المية عليهم، طبعا لازم تكون مية دافية للعجن، لا تكون سخنة ولا تكون باردة من الحنفية، تكون مية دافية. حطيت عليها 6 كوبايات من الدقيق، طبعا حوالي كيلو من الدقيق. بعد ما عجنته كويس قوي حطيت له نص كوباية من الزيت، وبعجن كويس قوي واخد ودي في العجينة لغاية ما تبقى العجينة معايا ناعمة وجميلة كده، ما بتاخدش معايا وقت. طبعا عجن الفينو ما بياخدش وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده باخد ودي معاها لغاية ما تديني عجينة ناعمة طرية، وفي نفس الوقت بتكون متماسكة، مش طرية قوي عشان اعرف اشكلها. بعد كده بحطها في مكان في المطبخ يكون دافي عشان تخمر. بغطيها زي ما انتوا شايفين كده بفوطة نظيفة اهي. بوريكم ان العجينة كده في ايديا ما بتلزقش خالص. اهم حاجة يا جماعة في العيش الفينو او اي مخبوزات انك تديها وقتها في العجينة، عشان كل ما تكون العجينة معاكي ناعمة وحلوة كده هتديكي عيش كويس. ادي العجينة بعد ما خمرت معايا، شايفين خمرت ازاي، وشايفين السمك بتاعها وانا ماسكاها في ايديا. بجيب طبعا قطعة او اي حاجة عندي كده بدهنها من الزيت، ببدأ اقطع العجينة لكور صغيرة، وبعدين ببدأ أشكلها زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد ما قطعتها كور صغيرة ببدأ طبعا ايه افردها كده على شكل اسطواني بإيدي او بنشابة او بأي حاجة عندك، طبعا اي حاجة هتنفع. وبعدين بلفها رول كده عشان بتديني صابع الفينو معايا يكون متساوي كده وحجمه كويس. طبعا قطعي الكور وحجم صوابع الفينو اللي انت عايزاها على حسب الحجم، ممكن كبير ممكن صغير، على حسب الحجم اللي انت عايزاه. اهي بايديا بفردها زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة بقفل كويس قوي، بقفلها وبحطها في صينية او صاج بتاع خبيز، يعني اللي موجود عندك. ما تحتاريش، اي حاجة عندك هتأدي الغرض موجودة عندك في المطبخ. ما تكلفيش نفسك، اي حاجة هتكون عندك هتأدي الغرض معاكي، وان شاء الله هتطلع كويسة. زي ما انتوا شايفين كده بلف رولو بقفلها كويس. بعد المرحلة دي طبعا انا بدهن الوش لبن، لبن بودرة انا مدوباه طبعا، ولبن بودر انا مدوباه. وبعد كده بضيف له السمسم، وبسيب العجينة برضو تخمر للمرة التانية. دي مرحلة التخمير، دي طبعا المرحلة التانية من التخمير. انا خمرتها الاول وهي عجينة، والنهاردة ودلوقتي بخمرها وهي معايا بعد ما قطعتها. شايفين شكلها بعد ما قطعتها وخمرت طبعا كده. انا هكون مسخناها على الفرن، دخلها على درجة حرارة 180 اهو. زي ما انتوا شايفين، معلش انا عملت الفيديو ده وانا كنت مستعجلة معاكم شوية، فان شاء الله هعمل لكم الوصفة تاني في يوم تاني. هكون مش مستعجلة كده، وهعرفكم الوصفة بالظبط. فحبيت اشارككم النهاردة الوصفة الخفيفة الجميلة دي، في اي وقت تعمليها. وصفة سريعة وجميلة في اي وقت وانت قاعدة هتعمليها. طبعا شايفين الفينو طالع من الفرن، طبعا طري وجميل جدا وهش، بدل ما تشتريه من الافران طبعا وكده، فما بياخدش معاكي وقت خالص في البيت.
زي ما حضراتكم شايفين كده، طلع معايا جميل جدا 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 اهو. شايفين هش وقلبه من جوه عامل زي السفنجة اهو. اخد معانا الشكل الجميل ده هون. يلا كده ادعمونا بلايك وشير وتعليق حلو منكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة.